ده جونيور أجاي لاعب الأهلي السابق، لاعب نيجيري الجنسية وعنده 27 سنة وبيلعب حاليا في نادي سموحة. هتكلم عن أجاي في فترة الأهلي بحكم إنها البوابة الأولى اللي منها جيل الدوري المصري. أجاي جه للأهلي في موسم 2016 وبيلعب في مركز الوينج. جونيور في بداياته مع الأهلي كان لاعب مختلف تماما عن أي لاعب أجنبي جه للأهلي، لمسته كانت مختلفة بشكل ملحوظ وكان لاعب ان اكسبكتد، ولو كل الناس بتفكر في اتجاه معين للعب الكورة هو بيكون في تفكير تاني خالص. لعيب حريف بس بشكل مختلف عن نوع المهارات اللي متعودين عليها في الدوري المصري. اوقات كتيرة كان بيلعب سترايكر وكان عارف يسجل وبيعرف طريق المرمى كويس. كل الجماهير كانوا بيقولوا عليه انه لاعب لازق الكرة في رجليه وصعب جدا يفقدها، ده غير كمان انه كان ممتاز في الاستحواذ على الكور العالية. لكن زيه زي اغلب اللعيبة بدأ مستواه يقل لدرجة ان الجماهير كانت بتقول له اجري شوية يا جدي. ستوب ستوب ايه. النقد اللي تعرض له جونيور أجاي في الفترة الأخيرة بسبب إنه في بداياته مع النادي الأهلي كان